يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو يا ليل يا ليل السلام عليكم. النهارده هنروح في رحله في سوق الجمعه، او احنا اصلا في سوق الجمعه. هنشوف بقى بيعملوا ايه وبيبيعوا ايه هناك، سوق الحيوانات وسوق الهدوم وسوق الانتيكه كمان. هنشوف بقى كل الاسواق دي نعرضها لكم. يلا بينا يلا بينا. هنا الصبح ايه ده؟ بيبقوا صاحيين من الساعه 5، بيبقوا صاحيين 4. بس ناس بيباتوا، اقسم بالله في ناس بيبقوا مطبقين على قهاوي ويقعدوا اول ما البضاعه تيجي يقوم جايين نازلين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. كل دي كده عارف هما بيعملوا لي كده عشان كل ما الكلب يبقى شرس بيتباع بسعر اغلى. زي ما انت شفتوا ده سوق الحيوانات وسوق الكلاب بالتحديد. الكلاب اللي هناك كلها شرسه. فهم هنا مش بيهتموا بالتقليب كلب ولا نوعه ولا اي حاجه، هم بيهتموا بشراسه الكلب. كل ما الكلب يبقى شرس يبقى سعره اغلى، فبس مش بيهتموا بالتقليب يعني او بالشكل. في غش كتير بقى، فخلي بالكم. بيكون في مثلا جراوي بلدي بياخدوهم من امهاتهم وهم لسه صغيرين وبيصبغوهم على انهم جيرمان. فانت بتشتريه، بتيجي بقى بعد اول دش بياخدوا الكلب بعد اسبوع ولا حاجه تلاقيه كله سايح على بعضه، فتعرف ان انت اتغشيت وبس. وعادي بيتنصب عليك وعادي يعني تتعلم. دلوقتي احنا رايحين الاسواق التانية، ماشي، اللي هي بقى ايه؟ سوق الانتيكات وسوق الملابس وسوق الموبايلات. طبعا سوق الموبايلات بيكون كل اللي فيه مسؤولين، لا اما بيبقوا مسؤولين من محلات، ماشي، لا اما بيبقوا مسؤولين من اشخاص. مش كل اللي فيه، ولكن بنسبه 90% او 95% الموبايلات بتكون فيه مسروقه. لو انت اشتريت حاجه من هناك كده كده هتتجاب بعد بقى يوم 2 10 اسبوع. ما ينفعش تسترجع ولا اي حاجه. انت اصلا لو اشتريت حاجه بتمشي ترجع بعد اسبوع ما تلاقيش الراجل. ما تلاقيش الراجل اللي باعها لك اصلا. فدي حاجه. الحاجه الثانيه سوق الانتيكات. سوق الانتيكات ده بقى في كل ما لذ وطاب زي ما قلت لك. انا بحب قوي سوق الانتيكات ده. ليه؟ لان انت بتدخل تلاقي حاجات قديمه شكلها قايم، فاهمني؟ في تحف، في براويز مثلا تحسها ايه في عصر الخلافه، في عصر العثمانيين، الخديوي. الحاجات القديمه قوي، مصطفى كامل. تدخل تلاقي التليفون اللي بورس اللي هو القديم قوي اللي قال عليه تراب. انت بقى تمسحه بقى وتنضفه بقى وكده هيبقى شكله تحفه. هو تحفه اصلا، فاهمني؟ في بقى تحف تماثيل، اصنام وكده. ده سوق الانتيكات. في كل الحاجات اللي هي انتيكه. في بقى سوق الاساس كمان موجود هناك. سوق الاساس ده بقى بتدخل تلاقي بقى ايه؟ كل الحاجات اللي محتاجها، سجاحه، كوميدينو، سرير، ترابيزه، كرسي. في كراسي مكتب. سوق الاجهزه. سوق الاجهزه ده مختلط تبع سوق الموبايلات. سوق الاجهزه ده بيكون فيه بقى ايه؟ كمبيوتر، كراسي مكتب للشغل. سوق ايه تاني؟ معناه سوق ايه تاني؟ ملابس. سوق الملابس.
سوق الملابس برضه من الاسواق الحلوه والناس بتيجي عنده كتير. مثلا ب 2000 جنيه مثلا ممكن يبقى لك ب 750، ممكن يبقى لك ب 1000، ممكن اقل كمان على حسب. في حاجات بتبقى في 3 انواع من سوق الملابس، في حاجات مستعمله، في حاجات ستوكات، وفي حاجات جديده بتبقى من مصانع تحت السلم، بس هي من مصانع ماشي. فلو انت بقى ومزاجك وانت وفلوسك اللي انت محددها، ممكن تشتري حاجات جديده، ممكن تشتري حاجات ستوكات، ممكن تشتري حاجات مستعمله زي ما انت عايز. ولو انت بنت انا ما انصحكيش خالص انك تيجي تماما تماما تماما. لو انطبقت السماء على الارض ما تجيش سوق الجمعه، سواء بقى ملابس، سواء كلاب، سواء ايا كان انتيكات، ايا كان اوعي تيجي. ولو انت ولد ما انصحكش انك تيجي برضه. هتقولي طب انت جيت ليه؟ عشان مصور الفيديو بس عايز يعني عشانكم فاهم. انا جيت عشان اصور التجربه واصور لكم المشهد كله بالكامل. دلوقتي احنا رايحين الاسواق الثانيه بقى نصور لكم فيها، نشوف هيحصل ايه. وقت المغامره ها قد حان. وقت المغامرة ها قد حان، سنسافر لأبعد مكان. دلوقتي انا ايه زي ما بقى جيبك مضروبة أصلية. اي حاجه ب 50. يلا ب 50. يلا ب 50. اي حاجه ب 50. في حاجات بقى جديدة زي ما انت شايف، حاجات مش عاملاها هناك، حاجات كده. بص جلد، كوتشيات، كل حاجة. بص عدة، عايز بقى مفتاح فرنساوي بتاع، كتاب موضوع الطبيعة، أوروبا. بص كتاب عامل ازاي؟ اسمها ايه؟ كتب قديمة أوي. ممكن تلاقي قصة أطلانتس هنا. والله يعني. يوم كتاب من 1803. ودي قصة حياة الكسندر. اسمه ايه؟ يا ده مسكين عليه. بس بنرات بتبقى متاخده من حاجات، البنرات اللي بتبقى على البحر دي عارفها؟ بيشيلوها بعد ما بتبوظ بقى. يا عم اسمعني، بص بقى دي شغلتي عليه لبس، كل الشغل اللي عليه لبس. مش ده بلد. بص يا عم ساعة بس انا حابب. هو انت لازم تخصص مني، انا بخصص لنفسي دي عشان انت راجل. بص ساعة. حاجات جامدة أوي صح؟ تحس أنت عايز تشتري أي حاجة. تيشيرتات زي ما انتم شايفين، تيشيرتات بيضاء، حاجات رمضان، زيمة. طلع على الحبيبه انت بتجيبها يا راجل. دكتور يا راجل. عليا افضل الصوت لا بس على وشنا ولا حاجه. الراجل اللي يضحك علينا بس على وش واحد. لا حلو متأكد؟ تلبسها كده انت؟ تلبسها؟ جامدة تصدق؟ جواكت كده الجديدة كام يا صاحبي الجواكت؟ تبدأ بقى واحدة بس علينا. تبدأ 300 والجاكيت تبدأ ب 250 والبدلة كاملة بكل بص سويتر والبدلة المطرون كله كاملة 300.
اللي انت عاوزه فين؟ بص دور في فرح. الراجل قال لنا ان البدله كامله ب 300. دي اسعار حلوه بصراحه. حاجات خامتها حلوه في نفس الوقت جديده، باينه انها جديده. البدله كامله، الجاكيت بالسديري بالبنطلون. بص عامله ازاي. شكلنا اجانب لسه نازلين من الطياره حالا. الشياب ده ايه، تعبانه سرسجيه. 140 ودي لنذهب الى الجحيم كده. كل الاشكال والانواع والاحجام. بسم الله. واحد انمي اتاري، شريط اتاري. حد فاكر الشريط ده يا جدعان؟ شريط اتاري قديم قوي. زي ما انتم شايفين اشترينا دي ودي شبه بعض، حلوين هم، عجبوني. عندي واحدة زيها بيضة بس مش عارف ليه اشتريتها بصراحة. الراجل خدعنا كده شوية اشتريناها. الحمد لله. وبس رايحين نشوف باقي الأسواق، نشوف لو في حاجة تانية ونكمل رحلتنا في وقت المغامرة. وقت المغامرة قد عانينا ردوا علينا. منهم لله الجوال واحنا اليهود. شكلنا أجانب صح؟ أجنبي؟ تعطي لايك. موبايل قديم المانجا بابا بتاعت مساج. في حفلات مثل الواقع بسنة عمرو دياب راجعين. جامدة أوي. هي ده مش بيتخلع صح؟ مش بيتخلع؟ ممكن نشوف ده. بس فتحت الفراعنة صح؟ بس من أيام الفراعنة، من أيام العثمانيين، من أيام الخديوي كده. شكلها حلو. تحفة فنية. البيعة دي كسبانة. الأسرة الفرعونية حلوة برضه دي. الزرقاء؟ لا والله طفاية؟ بص الساعة اللي هناك دي. بتاعت عفاريت، تحضير الأجواء. بص دي جامدة أوي دي. بص دي ساعة يونانية جامدة جدا. حاجات عنيفة أوي.
كانت دي حطها ولا كأنه بيت الرعب. اسمه من فراغ. الكاميرا دي جامدة أوي. الكاميرا دي صراحة جامدة. المشكلة اللي هي عفنة أوي. شكلها إيه كده؟ رجعنا تاني بعد اللف كله. الحمد لله عدت على خير. خلصت. كانت لفة رحلة مكتوفة جدا. بس وشي أحمر من كتر الشمس. جبنا الجبة دي زي ما انتوا شفتوها معانا بتاعت دي حلوة جدا. السيل برضه. جبنا حاجات تانية مش هتشوفوها دلوقتي، هتشوفوها لما اجهز السيت اب عندي في الاوضه. هتشوفوها بقى في الفيديوهات بعد كده، الفيديوهات الجايه. ممكن تكونوا شفتوها دلوقتي او ما شفتهاش، بس هتشوفوها اكتر في الفيديوهات الجايه. وبس. وبعدين دلوقتي بنفطر ماشي. مستنيين صلاه الجمعه عشان نصلي الجمعه ويكون اليوم انتهى على كده. بس عايز حاجه كده احنا خلصنا وخلصنا ان شاء الله. ان شاء الله استنوا الفلوج الجاي باذن الله، ويكون الفلوج ده احسن من ده كمان باذن الله، ويكون في رحله ثانيه بقى مختلفه ان شاء الله. واتمنى تكونوا سامعيني اصلا عشان في اتمنى تكونوا سامعيني. عايز تحاول لايك الجميل، سبسكرايب، شير عشان الحلقه تنتشر. اشرب الشاي. السلام عليكم.